هذه سلطة هندية نفس اللي يسوونها فوق الباني بوري، هذه نفسها سويناها على شكل سلطة بس لذيذة طلعت. أول شيء أباكم تركزون في المقادير هذه، حفظوها وبحطها في آخر الفيديو. بتجيبون أول شيء اللي هو البطاطا المهروسة مع النخي، وبتحطون من توابل الشات مسالة، بتحطون خاشوقتين، وبتحطون بعد اللي هو الكمون، ملعقة شوية، وفلفل أسود وملح. بتقطعون البصل الهندي كمية، طبعا هذا بعد الشتني بتحصلونه، بحط لكم صورته آخر شيء بعد، بتحطون منه ملعقتين. وهذا الشتني سموسة بتحطون بعد منه كمية شوية بعد، وبتحطون شوية عصرة ليمون فوقه، وبتخلطون المقدار كامل. هذا هو مثل ما تشوفون، هاي عصرة الليمون، وبنخلط المقدار. بنحط له كزبرة بعد، وبتحطون له شوية روب، وبتخلطون بعد المقدار. هذه الطريقة تشوفونه، بتخلطون المقدار. عقب بتجيبون صحن التقديم، تحطونه في صحن التقديم، بتدوا عاد حطوا من فوقه روب، وابتدوا حطوا له بعد من اللي هو الشتني سمبوسة هذا، وبتحطون اللي هو الشتني مع شوية روب تخلطونه، بتحطونه بعد من فوق، وبتحطون له من فوق بعد اللي هو رمان، وعندكم اللي هو المتاي، وبتزينونه بعد بالكزبرة. طبعا طريقتها سهلة وبسيطة، ما يبالها شيء، ولذيذة في نفس الوقت. أهم شيء تشوفون هالمقادير اللي حاطت لكم صورهم أنا، تقدرون تحصلونهم في الجمعيات وتبونهم تستخدمونهم، اللي يعطونكم الطعم الهندي على أصوله.